خلونا نتفق ان معظم المباني اللي احنا عايشين فيها دلوقتي بتأثر بنسبة 47% من انبعاثات الكربون، وبتأثر بشكل كبير جدا على ارتفاع درجة حرارة الجو، وهي المسؤولة عن الاحتباس الحراري. والدول كلها دلوقتي بتحاول تقلل انبعاثات الكربون، وكان الهدف الأكبر ان احنا نوصل لزيرو انبعاثات كربون في 2050. وخليني اقول لك ان اكبر مصيبة دلوقتي هي استخدام الفحم والنفط والغاز في انتاج الطاقة. وفي الفترة ما بين 1960 و2022 اللي هي دلوقتي، الانبعاثات الكربونية الناتجة من الطاقة غير نظيفة زادت بمعدل 3 مليار طن ونص سنويا ل 9 مليار ونص طن، يعني وصلنا من 11 مليار ل 35 مليار طن سنويا، وده رقم كبير جدا. ولو جينا حللنا الرقم ده هنلاقي 17% بس ناتجه من المباني السكنيه، و10% ناتجه من المباني الاداريه والتجاريه، وال20% الباقيين من طريقه تنفيذ المباني ومواد البناء زي الخرسانه والحديد والالومنيوم. ومعنى كده ان احنا لو قدرنا نعتمد على الطاقه النظيفه زي الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح وكمان طاقه الميه، هنقدر نتخلص من معظم المشكله اللي موجوده، بالاضافه لاستخدام السيارات الكهربائيه. ده هيخلينا قادرين ان احنا نعدي الازمه ونوصل للهدف المطلوب في 2030. وضيف على كده كمان تصميم المباني لازم تتغير، وتنفيذها كمان لازم يتغير، ولازم نقدر نعمل مباني متوافقه مع البيئه بتاعتنا، وناخد بالنا ان احنا نعمل تصميم مظبوط ما يرفعش درجه حراره الفراغات الداخليه بسبب التصميم السيء واستخدام المواد الغير مناسبه. نحط في اعتبارنا الاضاءه الطبيعيه والتهويه المظبوطه عشان نقلل من استخدام الكهرباء والتكييفات. هو ده الصح، وهو ده المفروض يتطبق في المباني، ويكون في رقابه من الدول تلزم المصممين والمعماريين بالتزامهم بالمعايير المظبوطه والمتوافقه مع البيئه بتاعتنا عشان نقدر نحافظ عليها، وبالتالي هي تحافظ علينا. وافتكر دايما ان المعماري هدفه الاول والوحيد انه يحافظ عليك ويخليك دايما مبسوط ومرتاح وانت بتمارس حياتك اليوميه في معظم ظروفك المختلفه، سواء كنت بتدرس او بتشتغل، بتلعب او بتذاكر، نايم او صاحي، ايا كان الحاله اللي انت موجود عليها. ما تنساش تقول لي وجهة نظرك في طرح المشكلة وحلها. انا محمود مختار، وده كان فيديو النهارده. سلام.